مرحبا بكم في بريف سبور. المنتخب الوطني انهى البارح تحضيراته في تونس قبل التحول لمدينه بنغازي لمواجهه نظيره الليبي غدوه ان شاء الله لحساب الجوله الرابعه من تصفيات كان الكوت ديفوار. رحله المنتخب باش تنطلق كما قلنا اليوم مع نص نهار، وفي البرنامج حصه تدريبيه وحيده بملعب المباراه هو ملعب شهداء بنينه. جديد في المنتخب زوز اصابات، نحكيو على منتصر الطالبي ويوسف المساكني. الثنائي هذا باش يغيبوا عن مباراة ليبيا، وكان عودوا النخب الوطني بمهاجم الافريقي حمدي العبيدي ومدافع على CSS على اغرام. نذكروا مقابله باش تدور مع العشره نتاع الليل وباش تكون منقوله على قناه بي سبور 4. نبقاو مع تصفيه كان المنتخب الجزائري كان وصل لتونس البارح وعمل الحصه التدريبيه الوحيده ليه في البرنامج قبل مواجهه النيجر اليوم في ملعب رادس مع 5 نتاع العشيه. في نفس السياق رئيس الجمهوريه قيس سعيد كان اتخذ جمله من القرارات بخصوص المقابله هذه، منها مجانيه الدخول لجماهير النيجر والجزائر الى جانب التعهد بخلاص معاليم استغلال ملعب رادس. في بلاي اوت البطوله الوطنيه تلعبت البارح مواجهه الجوله الثالثه. الامل الذي بحمد سوسه ينتصر 5-1 قدام مستقبل سليمان. السيابي يفوز بثلاثيه نظيفه قدام نجم المتلوي، واولمبيك سيدي بوزيد كان تعادل 1-1 مع الملعب التونسي. هكا الترتيب بقيوا في الصداره 11 نقطه، السيابي في المركز الثاني 8 نقاط، المركز الثالث نجم المتلوي ب6 نقاط، اولمبيك سيدي بوزيد وامل حمسوسه ب4 نقاط، والمركز الاخير مستقبل سليمان ب3 نقاط. قناه الدوري والكاس القطري اعلنت البارح عن برنامج النقل التلفزيوني في شهر نوفمبر بالنسبه للبطوله الوطنيه مسابقه الكاس. 6 مباريات في البرنامج. البدايه باش تكون نهار الاربعاء 5 ابريل، والمباراه المؤجله من ربع نهائي كاس تونس باش تجمع الترجي بالنادي البزردي. كيف نهار 9 افريل مباراه مؤجله من الجوله الثانيه للبلاي اوف باش تجمع الترجي بالاتحاد المونستيري. نهار 12 و13 افريل زوز مباريات من نصف نهائي مسابقه الكاس. ثم نهار 15 افريل دربي الساحل بين الاتوال والاتحاد المونستيري لحساب الجوله الثالثه من البلاي اوف. ونهار 16 افريل في نفس الاطار مباراه اولمبيا البيجي والترجي. البارحة كانت أول حصة تدريبية للمدرب المصري حسام البدري مع فريق CSS أثر الإفطار، والهيئة كان فتحت التمارين لجماهير النادي للترحيب بالمدرب ومؤازرة الفريق. نذكروا CSS تستنى في مباراة مهمة في مسابقة كأس الملك سلمان للأندية باستضافة نادي قطر الرياضي نهار الاثنين 3 أفريل الجاي بداية من 10 نتاع الليل بملعب الطيب المهيري، مباراة لحساب ذهاب الدور التمهيدي الأول. اللاعب التونسي رفيق كابو يوصل للتألق مع فريقه انبي بعد ما قادوا للدور ربع نهائي مسابقة كأس مصر على حساب بيراميدز بركلات الترجيح 6-5، والمباراة كانت انتهت عن نتيجة التعادل 1-1. كابو كان شارك في المباراة منذ دقيقة 57 وكان سجل الركلة الترجيحية الأخيرة وقاد فريقه للدور المقبل. أبرز المواعيد الليلة في تصفيات الكان مع الخمسة النيجر يستضيف الجزائر بملعب رادس في نفس التوقيت أنغولا مع غانا وغينيا بيساو مع نيجيريا. وفي أوروبا تصفيات اليورو مباراة منتظرة إيرلندا مع فرنسا 8-4. كان هذا كل شيء في بريف سبور. قدموا لكم محمد علي طالب. حلقاتنا اليوم كانت برعاية تونيزيا سيرفي سبيسياليست ديجيتال. أي شركة تحب على سبيل النقل تنجم تتصل بها. باي باي.